ده اللي احنا بنقوله بقى من اول الحلقه. هتعملوا قوانين قمعيه، هتطلعوا قرارات قمعيه، هتموتونا، هتدفنونا بالحياه، مش هتقدروا لا على الاطفال ولا على الستات ولا على الاعلاميين ولا على المجتمع المدني. عملتوا حظر التجول، نزلنا نلعب كرة في الشارع، رشتونا امبارح بالميه، العيال جابوا صابون وحاجات وخدوا دش معتبر. فانتوا مش هتقدروا على المصريين. تتمسوا بالخير. بلادي بلادي بلادي، هو ليه بقى متنا عادي؟ مصر يا ظهر اللي محني، لا ارتويت ولا نيل لمحني، واللي آمنت ذبحني لما أعلنت اعتراضي. مصر يا وجع اللي زاد، قتلوا قدام الولاد، لبسوني توب سواد وانت حبسوك انفرادي. مصر سيبك من كلامهم، كذبهم خافي سهمهم، شفنا ايه غير انهزامهم والخداع وضع اعتيادي. هيقولوا لك ايد خفية الا صايعة وبلطجية، لسه فاكرينك هفية تنسي حقك بالتراضي. فوقنا من تامر في غمرة، جت مذيعة عايزة عمرة تفزع الناس من المؤامرة، يحيى اعلامنا الحيادي. مهما هيداروا الحقيقة يوهموك بمية طريقة، برضو ايدهم مش بريئة من اللي عملوه النبادي. قولي للباشا اللي واهم ان حافظه هو فاهم، مهما يضرب او يداهم هرفض الامر السيادي. فكري لو هو ناسي بكرة مش دايما الكراسي، وان ردي هيبقى قاسي لو فضل ظالم وسادي. مصر يا غاية اندفاعي، لسه جوه البيت افاعي، محتاجين مليون رفاعي يجمعوا عزم الايام.